توضح هذه الأمور من سيادة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقد السابق. مساء الخير يا سيادة المستشار. سيادة المستشار مش سامع حضرتك كويس يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا ستي. أهلا وسهلا يا فندم. على المستوى القانوني تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية، ما يستتبع هذا من إجراءات سيادة المستشار؟ يعني المفروض طلب التنحي بيعرض على المستشار رئيس الاستئناف. نعم. وفي هذه الأحوال بيحيلها إلى دائرة أخرى. أصل فكرة التنحي إن أمر ما حدث هيئة المحكمة بعدما نظرت الدعوة، وأنا أعتقد أن كان مطروح عليها طلب من محامين أو دفاع المتهمين الغائبين بأنها تلغي أمر منعهم من السفر، قرار قضاة التحقيق بمنعهم من السفر. ولسبب ما استشعرت حرجا. هي كانت في الأصل صالحة لنظر الدعوى بدليل أنها نظرتها وأجلت لنظر الموضوع في 26/4. لكن ربما حد اتصل بيها حاول يؤثر عليها، جد أمر من الأمور التي رأت معها أن تعلن موقفها. ده حضرتك بتشير ممكن ده يكون تم على المستوى السياسي سيادة المستشار؟ ثمة احتمال، يعني ده أنا لا أستطيع أن أحدد سبب التنحي. هذه مسألة هي بتتفق بينها وبين مع نفسها. طيب يا فندم، ما بعد التنحي؟ يعني دلوقتي إذا ما كان الطلب منظور وموجود أمام رئيس محكمة استئناف القاهرة، إيه الإجراء التالي؟ هل هيتم تعيين أو اختيار أو تكليف هيئة محكمة أخرى لنظر القضية؟ وده يتم في حدود قد إيه؟ أنا لا إن يرد لها القضية، لأن هي ده موقف يعكس صلابة القضاء المصري واعتزازه بذاته. يعني أتمنى إن لم يكن هناك سبب شخصي خالص إن يقول لها لا، خذي قضيتك واحكمي فيها وقرري ما تقررينه إيه مبررك في هذا يا فندم؟ لأن ده يعني هيحمل رسالة ما، أو يعني في معنى ما بين السطور. في معنى بين السطور في إنها تنحت. يعني ان اما تقول انا تنحيت، يعني حد اتصل بيها او امر استجد، رأت ان هو بيفرض عليها اتخاذ هذا الموقف. مفهوم. سيادة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقد السابق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اعتقد انه سماع